ورقة وقلم اهو، وهكتب معاكم بالتفصيل الروتين اللي اقدر بالكامل التزم عليه عشان الاقي نتيجة زي دي واحسن في امتلاء مناطق الانوثة بشكل طبيعي وبالنمو الطبيعي بتاعي. لو انا عندي مشكلة في التيشو جراث، في نمو الثدي عامة، او عندي اسيمتري او ثدي اكبر من التاني، ازيد من الكثافة الدهنية في المنطقة دي، وكمان هشتغل على كثافة الأنسجة أو نمو الأنسجة، علشان ده بيعالج مشكلة الأسيمتري أو عدم السيمترية ما بين الاتنين بدون أي تدخلات جراحية، بدون أي حقن، وبدون أي procedures دلوقتي بتكلفنا كتير. هل ده نجح مع ناس كتير؟ نجح مع ناس يعني قريبة مني أكثر مما تتخيلوا. الموضوع بس محتاج صبر، قوة ملاحظة، ويفضل كمان يعني الحالات اللي نجحت جدا كانت من أول يومين بيقيسوا بالمتر النتائج بتاعتهم. يفضل قوة الملاحظة والمتابعة والالتزام، وهتلاقوا نتيجة تحفة. يلا بينا نبدأ البروتوكول، وهبدأه معاكم من الألف للياء. هو مقسم لجزئين أساسيين. أول جزء هو العلاج الموضعي، تاني جزء العلاج الفموي. هتقولوا لي ايه أهم منهم؟ هقول لكم طبعا العلاج الفموي هو اللي بيحفز الجسم ويهديه وينظم هرموناته ويوجه الخلايا الدهنية بتاعته في الأماكن الصح. مناطق الأنوثة دي تشمل المؤخرة، تشمل الثدي، ودي المناطق اللي لما بيتوجه فيها تخزين الدهون بنقول الجسم ده كيرفي او في مظاهر الانوثه. فبالتالي انا دلوقتي عايزه اوجه الدهون بتاعتي او الخلايا الدهنيه في هذه المناطق. هل في حاجه تحفز لي ده؟ طبعا في الجانبين الفموي والموضعي، وافهمكم ليه ازاي بالظبط. المفروض ان انا اقول لكم الاكل والرياضه ورياضه الشست ومش عارفه ايه. طيب خليني اقول لكم حاجه واحده. دلوقتي مناطق الأنوثة عايزين نكبرها، يبقى أنا هوجه الخلايا الدهنية للتخزين في المناطق الصحيحة. يبقى أنا كده محتاجة تنظيم لدهون صحية في الجسم، وتوجيه لهرموناتي بطريقة صحية إنها تخزن الدهون في هذه المناطق. أما الرياضة فمعلش سامحوني، بتحرق الدهون. ماشي، هتكبر العضلة وترفع الثدي، بس ده بالنسبة للناس اللي أصلا الثدي عندهم ما فيهوش مشكلة في الكتلة الدهنية، مش محتاجين يكبروه. فمعلش الناس اللي دايما بتطلع تقول رياضة رياضة، انا بالنسبة لي ده مش هو العامل الاساسي خالص. ده بعد ما حضرتك تكبري الثدي ويبقى بالنسبة لك حجم كويس، نبدأ ان احنا نرفع شكله، نحسن وضعه، وهكذا. يبقى الشقين الاساسيين عندنا الشق الموضعي والشق الفموي. الشق الموضعي ده ينقسم لاتنين، ينقسم لعلاجات موضعية انا بطبقها، وينقسم الفورس أو التمرينات الموضعية. التمرينات الموضعية دي إما تمرينات مساج أو تمرينات فاكيوم، تمرينات تفريغ. وطبعا هنا عندنا احنا كده قلنا كل حاجة كباترن كبداية. خلينا بقى نخش في الموضوع. ايه اهم العلاجات الفموية والاعشاب اللي تخليني اقدر ان انا ازيد من الكثافة الدهنية والحجم الكلي بتاع الثدي بدون طبعا اعراض جانبية واضرار واضطرابات هرمونية؟ اول حاجة هنشيل الحلبة بس من دماغنا تماما، لان هي بتضر الهرمونات بتاعت جسمنا. فانا مش عايزه اكون بصلح حاجه وببوظ 30 حاجه، فاحنا هنلغي الحلبة تماما. ايه الحاجات اللي مسموحة في الاعشاب؟ واحد، عرق سوس، بيدعم الهرمونات الانثوية بشكل غير مباشر، بيساعد على تنظيم الدورة الشهرية لمرضى تكيسات المبايض والناس اللي عندها ضعف في الكتلة الدهنية في الثدي او عدم اكتمال النمو. طب بشربه ازاي؟ معلقة واحدة بس 3 مرات في الاسبوع. وانتوا عارفين كل الاعشاب بتتعمل بطريقة النقع، يعني بحط معلقة وانقعها في مية سخنة واشربها. تاني حاجة اليانسون مع ورق اللافندر. بنروح عند العطار نسأل على اليانسون العادي، ده متوفر طبعا. تاني حاجة بنسأل على زهرة اللافندر أو أوراق اللافندر. المشروب ده ممكن برضو نشربه 3 مرات في الأسبوع فقط. ثالث حاجة ورق التوت.
واللي مش هيلاقي ورق التوت بسهولة ممكن نستبدله بورق العنب، برضو ليه تأثير كبير جدا في توجيه الهرمونات للموضوع، يساعدني لتخزين الخلايا الدهنية بشكل صحيح في منطقة الثدي. اعمله ازاي؟ ورق التوت ده مر قوي او ورق العنب مر قوي، اللي مش هيقدر يشرب المستخلص بتاعه ان انا انقع ورقتين 3 في مية سخنة واشرب المستخلص بتاعهم بعد ساعة، اكل ورق العنب بشكل دوري واحطه في نظامي الغذائي، يمكن الاكل بيكون طعمه افضل شوية من الشرب. بس ده استثناء، لان انا عارفة ان الورق ده فيه مرارة ملحوظة. اي اعشاب بنقولها بتقف في الاسبوع بتاع الدورة الشهرية، بمجرد بدء الدورة الشهرية بتقف، علشان تأثيراتها الهرمونية، تأثيراتها غير الهرمونية سواء كان على سيولة الدم او غيره، ما تسببش اي اعراض في الدورة الشهرية. احنا بناخد دايما السيف سايد. حاجة كمان في الاعشاب او في النظام الغذائي لازم نزودها، بذور الشيا. تم الاثبات مؤخرا ان هي بتفيد زيادة مناطق الانوثة خصوصا الثدي بنسبة تصل إلى 20 ل 30% لوحدها، وذلك لاحتوائها على أوميجا 3 وأوميجا 6 وأوميجا 9، مصدر نباتي فيه كل مصادر الأوميجا دي، وكمان أحماض دهنية مفيدة. زور الشيا دي أنا ممكن أعملها في شكل بودنج، ممكن أشربها كده مع المية، ممكن أكلها أنقعها في المية وأكلها، ممكن أحطها على الزبادي، بشرط بذور الشيا استهلاكها بيكون بعد نقعها في المية وانتفاخها عشان ما تعمليش مشاكل معوية. تاني حاجة من العلاج الفموي هو المكملات الغذائية، وبصراحة ده كتير قوي قوي قوي. خليني بس اقول لكم في الفيديو ده اهم المكملات الغذائية اللي ممكن تفيدكم في موضوع امتلاء مناطق الانوثة، وده حاجة انا اتكلمت عليها، ليها تأثير على الهرمونات وليها تأثير على امداد الجسم بالخلايا الدهنية الصحية، وهو البيبون في مصر، او البامكن سيد اويل، او زيت بذور القرع العسلي في الدنيا كلها. اسمه بيبون في مصر ومش موجود في الوطن العربي، لكن موجود بديله المستورد اللي هو البامكن سيد اويل، او مكمل زيت بذور اليقطين او زيت بذور القرع. بيعمل ايه ده؟ لو خدت منه جرعة مناسبة يوميا، اللي هي بتبدأ من 300 ملي جرام ل 400 ملي جرام، مفيد جدا على صعيد الشعر والبشرة، لكن اهم فايدة فعلية ليه هو ان هو بيوجه الدهون بالنسبة طبعا للسيدات فقط لمناطق الأنوثة. في ناس كتير قوي حست مع الالتزام عليه قد ايه مناطق الأنوثة عندهم انتفخت، حتى ولو بنسبة صغيرة. لا تخيل لما تلتزمي على مكمل غذائي واحد فقط وتلاقي التغيير الفظيع ده، فما بالك لما التزمتي على البروتوكول كله والنظام الغذائي ككل. زيت جنين القمح من أهم الحاجات اللي بتدي الجسم أحماض دهنية صحية، بتتوزع في الخدود وفي مناطق الأنوثة، فبتدي نضارة وبتدي شكل حلو جدا، وتوزيع للدهون في الوجه وفي مناطق الأنوثة، فبدي شكلنا بيبقى حلو جدا وبنكتسب ثقة يمكن من أول أسبوعين في استخدام المكمل الغذائي. زيت جنين القمح وده أنواعه، ولو ما لقيناش أنواع عشان جه فترة كبيرة في مصر نقص، لو ما لقيناش انواع من زيت جنين القمح اقدر ان انا استبدله بان انا للاسف بجيب زيت جنين القمح من امتنان او من اي عطار يكون ثقة، واخد معلقة كل يوم، ببلعها بسرعة ومعلش بتعدي. لو ما لقيتش الكبسولات، لكن باذن الله تكون اتوفرت، اسمها بي اكتف او اسمها ويت جيرم اويل، والمستورد طبعا متوفر على طول، باخد منه 2 في اليوم، بيلاقي نتيجة خرافية. كل الكبسولات الدهنية او اللي فيها احماض دهنية صحية دي بيتم استهلاكها دايما بعد الاكل مباشرة، يعني دايما علشان استفاد من حاجة شبه كده هتلاقيها كبسولة جيلاتينية جواها زيت، دايما باخدها مباشرة بعد الغداء. وحاجة كمان اقدر ان انا اتكلم عليها هو زيت السمسم. زيت السمسم مفيش مكمل غذائي بيحتوي عليه في مصر، لكن زيت السمسم اقدر ان انا استهلكه اما على الاكل، ان انا استخدمه على الجبنه، احطه على الساندوتش كده على الجبنه القريش معلقه كبيره يوميا. استخدامه فموي بيفرق جدا في حجم مناطق الانوثه.
جدا. ومش بس كده، لا كمان بيفرق موضعيا عند استخدامه في التدليك، وده اللي هتكلم عليه دلوقتي اول ما نبدأ الجزء الثاني من الفيديو، هو الاستخدام الموضعي. اول حاجة العلاجات اللي ممكن استخدمها موضعيا، وانجح حاجة في العلاجات دي هما زيت السمسم وزيت اللافندر. زيت السمسم لان هو عنده قدرة على الامتصاص موضعيا من طبقات الجلد، وبيشد الجلد كده ويخليه حلو، وليه تأثيرات على التشو بتاعة الثدي نفسه. يعني مش مجرد الخلايا الدهنية، لا كمان أنسجة الثدي. عشان كده بنصح الناس اللي عندها اسيمتري أو عندها ناحية من الثدي مختلفة عن التانية، استخدم زيت السمسم على الثدي الأصغر. فبالتالي بعد شهرين من الالتزام بلاقي فيه سيمترية في الثديين، يبقوا قد بعض بإذن الله. زيت اللافندر نتيجته برضو جبارة، لأن هو شغال على تحفيز مستقبلات الهرمونات على تخزين الدهون في منطقة الثدي طبعا أو المؤخرة. سواء نتيجته هنا أو نتيجته هنا هو جبار. بستخدمه وبعمل حركات مساج ثابتة في اتجاه واحد، يعني إما مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة. المساج بشكل مستمر مع استخدام الزيتين دول بالذات هيديني ضعف حجم الثدي. طيب في حاجة كمان موضعيا استخدامها حاليا بقى عليه دوشة كبيرة جدا، هل الفازلين بيسبب زيادة في حجم مناطق الأنوثة؟ هو حقيقي جدا الفازلين بيعمل كده. فانا ممكن استخدم الزيوت دي يوميا، احط معلقه كبيره من زيت اللافندر على زيت السمسم واعمل بيه مساج على الثدي، اسيبه اطول فتره ممكنه فليكن 3 ساعات، وبعد كده امسحه. وبعد كده اجيب فازلين قبل ما انام بالليل، ادهن كميه منه على الثدي وبدون مساج مبالغ فيه، هو كفايه قوي ندهنه وبعد كده الصبح نغسله. فبالتالي بلاقي نتيجة جبارة مع استخدام الثلاث علاجات دول موضعيا. يبقى أنا كده ذكرت العلاجات الموضعية، وذكرت المساج وأهميته في تنشيط الدورة الدموية، وامتصاص العلاجات دي بأفضل شكل وأسرع نتيجة. في حاجة اسمها علاج بالفاكيوم أو بتفريغ الهواء، وده بيستخدموه في مراكز التجميل اللاجراحي. هل هو فعال ولا صرف فلوس على الفاضي؟ هو فعال جدا جدا، خصوصا لو بنعمل بروتوكول زي ده هيضاعف النتيجة بتاعة التحسن جدا. جهاز تفريغ الهواء ده شغال ازاي؟ شغال ان انا بستخدم بحط الثدي في كابس او في زي كاسات كده زي بتاعة الحجامة، وببدأ افرغ الهواء منها تماما، فبيحصل عملية جذب للثدي. ده بيحرك حاجة اسمها الدورة الليمفاوية، فبالتالي بيبدأ بناء الأنسجة، اكتمال نمو الأنسجة. الناس اللي عندها عدم اكتمال في أنسجة المنطقة دي، لا بيبدأ يبقى فيه اكتمال للأنسجة. وعايزة أقول لكم إن العلاج بتفريغ الهواء ده نافع جدا مع الثدي أكتر من بقية المناطق التانية. كده احنا تقريبا ناقشنا كل البوينتس اللي هي بتناقش موضوع تكبير مناطق الأنوثة في فيديو مجمع لبروتوكول شامل. لو التزمتوا عليه في خلال شهر بنلاقي نتيجة ملحوظة جدا جدا جدا، مش أقل من 3 أو 4 سنتي في محيط المنطقة دي بالقياس عن طريق المتر. يعني مفيد جدا ان انا اركز مع نفسي، مفيد جدا ان انا الاحظ والتزم في نفس الوقت. متحمسه جدا ومنتظره جدا ان انتوا تنفذوا البروتوكول ده وتدخلوا تقولوا لي نتائجكم، اللي انا متاكده انها هتبقى كويسه جدا. لكن لازم تفهموا ان الموضوع متفاوت، وفي ناس ممكن لا تستجيب خالص لان هي مثلا ممكن يكون عندها مشكله في حرق الدهون زايد قوي، فهي دلوقتي عندها مشكله غذائيه. يبقى انا المفروض اتوجه لدكتور تغذيه واحل مشكله الافراط في حرق الدهون او الميتابوليزم الزايد عن اللزوم. في ناس هتستجيب بنسبه قليله ودي حسب الهرمونات بتاعتهم، في ناس هتستجيب بنسبه عاليه جدا ودي ناس انا شفتها ما شاء الله، وفي ناس هتستجيب بنسبه وسط او مرضيه وده
احلى حاجة بالنسبة لي. مستنية تجاربكم جدا، متحمسة، هستنى شهر شهرين ثلاثة واتابع الكومنتات معاكم، واللي هيوصل لنتيجة مرضية ويشتغل على نفسه ليه عندي هدية كبيرة جدا من منتجات شركتنا. اعملوا فولو على السوشيال ميديا عشان هناك بنعمل اسك وبنطلع لايف، ومستنية اسئلتكم هرد عليها باذن الله بعد اول ساعة من نزول الفيديو. شكرا جدا، طولت عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي.